السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومش بنسلم على كل أصدقائنا. ومعانا النهاردة صديق مشترك جديد اسمه يوسف، وفي واحد اسمه مصطفى، وفي واحد اسمه عبد الرحمن وعمار. دول أصدقاء جداد للبرنامج. ومعانا 2 فايزين زي ما قلنا قبل كده، ميار وملك، فازوا معانا في قناة مسابقة مين مشمش. ألف مبروك لميار وملك وهداياهم جت. وإن شاء الله وإحنا في مصر هنصور فيديو نوريكم وإحنا بنديهم الهدايا وبنسلمها لهم. ماشي. النهارده بقى يا اصدقائنا ويا جماعه، احنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي. ان اللي جاي من مصر وعايز يسكن في دبي هنقول له يسكن فين بالظبط، والمكان متوفر بالبارتيشن موجود. ومش كمان بس بارتيشن، في حاجه تانية اسمها ايه، استوديو. اسمها استوديو. ده اوضه كبيره شويه فيها كذا سرير، بتبقى مع مجموعه. يعني لو مثلا 4 5 ساكنين في استوديو، ماشي، بيبقى فيه كذا سرير. والاستوديو ده بيبقى اغلى شويه من البارتيشن علشان بيبقى يعني اكبر شويه. السكن هنا في شارع الرقه موجود ومتوفر كتير للمصريين. وانت لو جيت هنا شارع الرقه مش هتحس انك غريب، هتحس انك في مصر. كل الناس هنا حوالينا مصريين كتير، هنود كتير، تحس ان هم قرايبك شبهك اخواتك، تحس ان انت تحسوا ان انتوا تبع بعض، مش هتحس انك متضايق. والاكل هنا كمان في شارع الرقه رخيص، اللي معاه 10 درهم هياكل كل اللي هو نفسه فيه واللي عايزه زياده شويه. طبعا يا جماعه لسه ما كلمتكوش على البارتيشن. ايه هو البارتيشن ده؟ البارتيشن ده اوضه 2 متر في 2 متر، فيها سرير، وساعات بيبقى فيها سريرين فوق بعض، ماشي. والشقه كلها بتبقى حمامين، واحد مطبخ، حمامين، والمطبخ مشترك، والحمامين برضو مشترك للشقة كلها، ماشي. الناس اللي بتحب ان هي تقعد في بارتيشن لوحدها هتبقى متوفر ان هم يقعدوا لوحدهم، والناس اللي بتحب تقعد مع مجموعة برضو هيبقى متوفر ان هي تقعد مع مجموعة، محدش هيبقى متضايق. وكمان المجموعة اللي انت بتبقى قاعد معاها بتبقى شبهك، مصريين زيك، من دبي زيك، من سوريا زيك، يعني بتبقوا كلكم شبه بعض. بس تعالوا بقى نتفرج على شارع الرقة كله عشان نوريكم شارع الرقة شكله حلو ازاي. احنا قلنا نصور فيديو بالنهار نفرجكم على شارع الرقة الصبح. بصوا يا جماعة، احنا اهو في شارع الرقة. تعالوا بقى نتفرج عليه من قدام، اوريكم برضو شارع الرقة من قدام شكله حلو ازاي. الشارع هنا حلو قوي، ما تحسش ان انت غريب خالص خالص خالص. انا بقالي شهر هنا بس حاسة ان انا في بلدي في مصر، حاسة ان الناس هنا كلها شبهنا، مفيش حد مش شبهك. كل الناس اللي موجودة معاك شبهك، اخواتك قرايبك صحابك. ادي مطاعم اهي يا جماعة، كل المطاعم اهي قدامنا. بصوا مطعم طازج اهو اهو. بصوا كل الاسعار بتاعت الاكل موجودة. لا مش حاطط اسعار، بس انا جربت اكل عنده سندوتشات كانت حلوة قوي قوي قوي. يعني الاسعار جوه كمان حلوة، كل اللي عايز ياكل مش هيبقى متضايق في الاكل. وحكايه الشغل برضو، الشغل هنا في دبي متوفر كتير، اللي بيدور على شغل هيلاقي. اهم حاجه انك تسعى، وده رايي طول الوقت. هنا بنشرب كرك يا جماعه، احلى كوبايه كرك ممكن تدوقها، مفيش احلى من كده. الناس اللي بتحب الشاي هتتبسط بطعم الكرك. انا ما كنتش دقته الا لما جيت هنا واتبسطت بطعمه قوي. السوبر ماركت ده على طول عنده عروض وعروضه حلوه. انا عن نفسي من ساعه ما جيت دبي انا ما بشتريش الا من السوبر ماركت ده. السوبر ماركت ده على طول على طول هتلاقوا عنده عروض، اي وقت هتيجوا هتلاقوا فيه عروض. هو والسوبر ماركت ده الاتنين دول على طول عاملين عروض على كل حاجه، عامل عروض هو وده. طبعا انا بشتري طول الوقت من الجرين هاوس، بس ساعات يعني ايه بتفوت عليا مثلا مكرونه، صلصه، ازازه زيت بتخلص فجاه، فبضطر يا انزل السوبر ماركت ده يا انزل السوبر ماركت ده. وبرده الاندومي يعني ساعات برده ايه بضطر اجيب منهم لو الاندومي عندي خلص فجاه وانا محتاجه الحاجات دي للغدا. يعني ساعات طارق كده يقول لي ايه ماما انا عايز اكل اندومي دلوقتي، طبعا ببقى مضطريه انزل دلوقتي اني اجيب الاندومي، مش مفيش مفر. بس المبنى هنا يا جماعه حلو قوي، ده شكله شياكه وجميل. هو ده بنك اصلا، ماشي، شكله شيك قوي قوي قوي. هو الصراحه هنا شارع الرقه احلى حاجه فيه انك تحس انك جنب كل حاجه.
مفيش حاجه بعيده عنك، مش هتحس انك غريب يعني. والمترو قدام، انا وريتكم قبل كده المترو، هوريه لكم تاني. بس زي ما قلت لكم، اللي بيحب الشاي هيعجبه الشاي الكرك اللي هنا، حلو وطعمه حلو ولذيذ. هنا طبعا الشارع ده بتاع الدليفري، كل موتوسيكلات الدليفري بتبقى موجوده في الشارع ده، عشان احنا طبعا حوالينا مطاعم كتير، الناس كلها بتطلب اكل من المطعم. يا اما هنا بالليل بتلاقي الشارع حلو والاضاءه حلوه قوي في الشارع والدنيا بتبقى منوره حلو. ده مصرف، اللي بيغير بيجي يغير من فلوس من هنا، بيغير عمله، بيغير من المصرف ده. وده محل مستحضرات تجميل وتجهيزات الكوافيرات اهو. بصوا تجهيزات الكوافيرات كلها هنا، اللي بيجهز كوافير هيلاقيه هنا. وده مطعم تاني انا ما جربتوش ده، ان المطاعم اللي بجربها بقول لكم انا جربتها، واللي ما جربتهاش بقول انا ما جربتهاش. ده وده انا ما جربتهمش، بس جربت المندي اليمني، موجود عندي تحت البارتيشن اللي انا ساكنه فيه. انا ساكنه في بارتيشن هنا في شارع الرقه، هيعجبكم برضو البارتيشن قوي. اهو ادي المندي اليمني، انا جربته واتغديت عنده قبل كده، طعم الاكل حلو قوي. جبت عنده فراخ كانت طعمها حلو ولذيذ، كنت شويها على الفحم كانت حلوه جدا. هنا كل حاجه قريبه منك. بص الشارع زحمه ازاي، تحس ان انت في مصر، مش في حته غريبه. اهو يا جماعه، ادي المبنى اللي انا ساكنه فيه. هنا ساكنه انا في المبنى ده. وبرضو الناس اللي معايا في السكن مصريين وسوريين ومغاربه، تحس ان احنا كلنا شبه بعض، مفيش حد فينا مش شبه حد. بصوا الحمام شكله حلو هنا ازاي، شكله جميل 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 اهو. بصوا شكله حلو قوي، حرفيا كل حاجه هنا حلوه. والجو هنا حلو، الناس لسه مصيفه وانا الحمد لله خفيت من البرد اخيرا. بصوا الحمام شكله يفتح النفس بصراحه، شكله جميل والوانهم حلوه، سبحان الله. كل حاجه جميله يا جماعه، بس الواحد لازم يقول الحمد لله طول الوقت على النعمه اللي هو فيها، نعمه الستر ونعمه الصحه ونعمه الولاد، وربنا يخلي لنا اولادنا ويهديهم لنا ويصلح لهم حالهم يا رب. يلا احنا مضطرين نقفل بقى يا جماعه دلوقتي، مش عايزين اي حاجه مننا. اي حد عايز يجي الرقه ويسكن يعمل لي لايك واشتراك على القناه، وانا هقول له يجي فين بالظبط ويسكن فين، لان انا معايا هنا ارقام ناس كتير بيبقوا عايزين حد يسكن عندهم في البارتيشن، في الاوض اللي هم عاملينها، في الاستوديو كده يعني. فاي حد يا جماعه عايز يجي الرقه ويدور على سكن على طول يعمل لي اشتراك في القناه ويفعل الجرس ويبعت لي يقول لي يا طقطق يا مشمش عايز اجي بالرقه واسكن فيها، وانا هتصل بحد يسكنه على طول. يلا بنسلم عليكم كلكم يا جماعه، ومش عايزين اي حاجه قبل ما نقفل. مع السلامه.